الاربع حاجات اللي انا هقولها دي لو انت عايزه تخليه يحس بالذنب ويندم ان هو سابك او باعك، اخلصي معايا بسرعه في الفيديو ده لان انا قرفانه وعلى اخري. رقم واحد، عشان تندميه وتخليه يندم ان هو سابك او تجاهلك او جرحك، اول حاجه هتلعبي عليها عنصر التجاهل واللامبالاه من ناحيته، ما تهتميش بيه. هتعملي له بلوك من كل حته، من مواقع التواصل الاجتماعي، من الموبايل، اي مكان بيروح يترزع فيه ما تروحيش تقعدي فيه، اي حد ما بينكم مشترك ما تعرفيهوش تاني. المهم ان انت هتقطعي التواصل معاه وهيبقى عندك لا مبالاه لاي حدث ممكن يحصل في حياته ياثر على نفسيتك. خطب، مات، توفى، جده توفى، امه ماتت، الكلام ده كله مش هيحركنا ولا هيفيدنا. واخده بالك؟ هتتجاهليه تجاهل تام على السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحياه عموما وفي اي حاجه ممكن تحرق لك دمك. رقم اتنين، ومش هتكلم في النقطة دي كتير، الفترة دي لازم تهتمي بنفسك كويس قوي قوي قوي. شكلك وجسمك، ولو رفيعة تخني، واخده بالك؟ لو تخينه خسي، لو سمره بيضي، لو بيضه اسمري، المهم انا معرفش هتعملي ايه، المهم ان انا عايزه اشوف تغيير تام. هو نفسه، هو واللي يعرفوه يبقوا واخدين بالهم ان انت فعلا تحولتي، كانك دخلتي عمليه تجميل، دخلتي وطلعتي منها على طول. فلازم تبقي عارفه كويس قوي ان الكلام ده هيفرق. فالاهتمام بالشكل الخارجي مهم جدا من خططي. طيب اهتمينا بشكلنا الخارجي على قد ما نقدر وحلوينا وكل حاجة، همسك السوشيال ميديا بتاعتي استوريهات ان انا عايشة حياتي وبعمل شوبينج وبروح وباجي، مفيش حاجة هتأثر عليا. نفسيتي هتبقى زي الفل، خارجة داخلة. طب لا، ما هو انا زعلانة، انهاري بعد الساعة 12 في اوضتك واقعدي عيطي واقعدي في حتة ناشفة. انما احنا دلوقتي عايزين نوصل رسالة معينة، هنزل استوريهات وهروح وهاجي وهتصور وعايشة حياتي، انا مش فاكراك. عشان يندم لازم يحس ان انت رميتيه. حته ان انت تقعدي تعيطي وتنزلي في تامر عاشور ده شيء مش هيخليه يرجع لك. وقلت لك كذا مره، طول ما انت بتجري وراه هيجري منك، طول ما انت بتجري منه هيجري وراكي. ومش لازم اشبههولك تاني انا دمي محروق في الفيديو ده، فننجز مع بعض. العب الفتره دي على حالتي الاجتماعيه، يعني ابدا صاحب ناس جديده، انزل واخرج واعمل صداقات، ابان على التواصل الاجتماعي ان انا مصاحبه، ان انا في كافيه، انزل شغل. لو ما بتشتغليش اشتغلي، واخده بالك؟ على الاقل اهو تجيبي فلوس، تعملي حاجه نافعه في حياتك. انا قلت لك كذا مره سندك فلوسك، واخده بالك؟ طب لو انا شغاله، لا هبدا اشوف برضو ناس تانية اتعرف عليها، اخرج اقابلها. حياتك الاجتماعية لازم تكون نشطة الفترة دي تحديدا. ثقتك في نفسك مطلوبة الفترة دي، لازم تثقي في نفسك ان انت هتوصلي وان انت هتندميه وتخليه يجري وراكي تاني ويندم ندم عمره انه فكر، مجرد التفكير انه يفرط فيكي. ثقتك في نفسك مطلوبة في كل